جوزك لسه اول مرة يسافر جديد، وانتي تعبانة انتي والعيال ومش عارفين تعملوا ايه. تعالي اسمعي الفيديو ده. السلام عليكم. النهاردة معانا مشكلة زي ما احنا شايفين كده. اخت لينا كاتبالنا: زوجي سافر وانا قلبي متقطع عليه انا والعيال، ادعولي كتير اللي زوجها مسافر تقولي تعمل ايه. ربنا يقويك يا حبيبتي. فعلا البعد صعب، خصوصا لما يكون الزوج او الاب بعيد عن اسرته لفترة طويلة. في شوية حاجات كده ممكن تساعدكم ان انتوا تتأقلموا وتخففوا من التعب النفسي. اول حاجة، خلوا فيه مكالمات او فيديو يوميا لو امكن، حتى لو 5 دقايق 10 دقايق، لان انتوا تحسوا ان في تواصل بينكم، ده مهم جدا في الفترة دي. شاركوا مع زوجك تفاصيلكم، آه، تفاصيلكم اليومية، انتي والولاد عملتوا ايه. لو في حاجة كويسة حصلت احكيها له. لو خرجتوا مثلا خروجة بسيطة اتكلمي معاه فيها وعملنا وسوينا. آم، ممكن لو هو مثلا مسافر سنة، هاتي ورقة واكتبي فيها من 1 ل 365 يوم، وكل يوم أول ما تصحوا تجروا عليها انتي والولاد تشخبطوا على يوم منها. ده برضه هيونسكم شوية يعني. وحبة حبة هتحسوا ان الأيام بتجري وشخبطتوا على كمية كويسة من الورقة. واقعدي انتي والولاد ادعوا له كتير، ربنا يرزقه ويرجعه ليكم بالسلامة. زي ما انتوا حاسين بغربته، هو اكيد حاسس وحاسس باكتر، يمكن انتوا لسه هنا في وسط اهلكم، انتي مع ولادك، انتي في بيتك، لكن هو اكيد حاسس بغربة اكبر. ادعوا له ربنا يصبره برضه هو كمان، وان ربنا يرزقه ويرجعه ليكم بالسلامة ان شاء الله. ممكن بقى في الفترة دي ان انتوا يعني تسلوا نفسكم بان انتوا تحفظوا قرآن. ابتدوا احفظوا قرآن، ولو بتحفظوا فعلا اهتموا زودوا اكتر. استمتعي استمتعي استمتعي. اعملي وقت لنفسك ولو بسيط. اهتمي بنفسك اكتر. انا عارفة يا ستي ان انتي بتهتمي بنفسك وكل حاجة، بس اكتر. ارتاحي ارتاحي فعلا كده وحسي ان دي فترة راحة كده بتريحي فيها. حاولي تظبطي نفسيتك عموما، لان الولاد بيحسوا بده. نفسية ولادك من نفسيتك. يعني لو انت هديتي وابتديتي تتأقلمي وتتعاملي ان الامور تمام، هتلاقيهم هم كمان بقوا تمام. ولو تحبي ان انا ممكن اعمل لك خطة اسبوعية بسيطة، يكون فيها انشطة ليكم، وازاي تتواصلي مع زوجك، وفي نفس الوقت تساعدك ان انتي باذن الله تقدري تعدي الفترة دي على خير، لغاية ما تتعودي كده وربنا معاكي. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة. مع السلامة.